العالم والتاريخ مليان بأشخاص ممكن نعتبرهم إن هم أسوأ أشخاص في التاريخ، وطبعا الأمثلة كتير وما تتعدش. بس المثال بتاع حلقة النهاردة مختلف عنهم شوية أو شويتين تلاتة ممكن، وهتتصدم لما تعرف إن الراجل ده المفروض إن هو بيتقال عليه راهب مسيحي. للأسف الراجل ده الناس اعتبروه قوة شريرة، بمعنى إنه شيطان متجسد في هيئة راهب. والمرعب عن الموضوع إن الراجل ده اتقتل كذا مرة، وفي كل مرة كان بيعيش ومش بيموت. معانا ومعاكم ضيف جديد ينضم للقناة، وهو الراهب راسبوتين. جاهزين؟ على بركة الله، فلنبدأ. حكايتنا بتبدأ من سيبيريا يوم 22 يناير في عز الشتاء والتلج هناك سنة 1869. يتولد طفل صغير في قرية نائية في أعماق سيبيريا، والطفل ده يكون اسمه جورجوري يوموفيتش. وأخيرا أنا عرفت أنطق اسمه صح. والمهم جورجوري ده كان هو الطفل الثامن في أسرته اللي مكونة من أبوه وأمه وإخواته السبعة. وبالمناسبة عيلته كانت عيلة فقيرة وعلى قد حالها لأقصى درجة. بس ولادة جورجوري للأسف كانت وشها مش لطيف على أسرته، لأنه هو عمره 12 سنة بس يحصل حريقة كبيرة في بيته ويموت بسببها أمه وإخواته، وما يتبقاش غيره هو وأخوه اللي اسمه ميشيل وأخته. وتاني مصيبة حصلت لعيلته كانت إن هما الاتنين كانوا بيلعب هو وأخوه ميشيل قرب نهر في منطقة بيتهم، واللي يحصل إن هما الاتنين يقعوا في النهر ده مع بعض. بس للأسف يحصل اللي هو متوقع، ميشيل يموت، أما جورجوري حد ينقذه من الفلاحين اللي كانوا موجودين. على الهامش كده يا صديقي، في مصادر بتقول إن أخت جورجوري غرقت في نفس النهر، والغريب أكتر إن جورجوري ده نفسه لما مات كان برضه ميت غرقان. تفتكروا دي ممكن تكون إشارة إنه ممكن يكون ابن الشيطان أو ملعون؟ ما علينا. جورجوري دخل في غيبوبة بسبب حادثة الغرق دي، وكان متوقع إن هو مش هيقوم منها خالص، لكن اللي يحصل إن هو يفوق فعلا. ومن هنا يا صديقي تبدأ الحكاية. جورجوري لما فاق من الغيبوبة قال إن هو ممكن يشفي أي حد مريض وأي حيوان مريض كمان، وإنه شاف الآلهة في رؤية وهم اللي قالوا له إزاي يشفي المرضى دول. ولحد هنا تبدأ حياة جورجوري إن هي تتغير. الناس اللي في القرية بتاعته بقى بدأت إن هي تتكلم عليه، وإنه عنده كرامات ويقدر يشفي أي حد بمجرد إن هو يحط إيده على دماغه بس. وكانت الناس كلها بتهابه وتعمل له ألف حساب، لدرجة إن الرجالة نفسهم ما كانوش يقدروا أو عندهم القدرة إن هم يواجهوه عين لعين أو حتى يبصوا له في عينه، بسبب إن كان في حاجة زي طاقة غريبة كده وقوية بتخرج منه، لدرجة إن هم كانوا بيوطوا راسهم في اتجاه الأرض أو بيحطوا إيديهم على عينهم قدامه. أما بالنسبة للستات فهم كانوا بينجذبوا ليه بمنتهى السهولة ومن غير أي مقاومة منهم أو مجهود منه. وطبعا كان متوقع إنه لازم يعمل معاهم حاجة، وكان دايما الراجل ده أو الشاب ده بيشرب خمرة، وكانت سمعته مفيش أسوأ منها، لدرجة إنه سرق حصان من القرية بتاعته بسبب إن هو بيحب الخيل، واللي المفروض حاجة زي دي يعتبر عيبة كبيرة قوي في القرية. وفضل جورجوري يخدع الناس بإنه بيشفي الأحصنة وأي حد تعبان، ويمكن بسبب كده الناس كانت بتسامحه، برغم إن هم كانوا بيكرهوه كره العمى وبيخافوا منه كمان. بس بسبب إن سمعته هي تقريبا زي الزفت سموه راسبوتين، ودي كلمة روسية معناها الفاسق أو الفاجر أو الداعر وليكن. بس برغم كل ده الناس برضو كانت بتلجأ ليه في أي حاجة أو أي مصيبة. زي مثلا كان في واحدة مريضة وللأسف الطبيب وقتها معرفش يعمل معاها حاجة أو حتى يشوف لها علاج، لدرجة إن هي كانت خلاص هتموت. فأهل المريضة دول بعتوا لراسبوتين، يمكن هو الوحيد اللي يعرف يعمل حاجة. وفعلا راسبوتين يلبي الندى ويروح لبيت البنت اللي مريضة، ويقف قدام سريرها ويرفع ايديه الاتنين للسماء، مدعي ان الحاجة زي الوحي او هو الوحي عموما يعني نزل عليه، ويحط كفة ايده على البنت ويفضل يقول في كلام محدش فاهمه. بس اللي يحصل ان البنت يحصل لها تشنجات من الكلام بتاعه، لكن بعد كده البنت قامت زي القردة من مكانها وبقت كويسة. بس
على الهامش بس، أنا مش عايزك هنا تستغرب أو تقتنع بالحركة دي. هو المفروض ما شافهاش أو نجاها من المرض أو الموت، هو بس مجرد عمل لها تنويم مغناطيسي لأنه كان شاطر فيه جدا. ضيف عندك بقى إنه كان بيكشف الحرامي من أول نظرة بسبب حوار التنويم المغناطيسي ده برضه. طموح راسبوتين ما كانش مقتصر على القرية بتاعته بس، لأنه كان طمعان في حاجة أكبر من كده أو مكانة أكبر من كده. وفعلا راسبوتين يتجه لكاهن الكنيسة ويستغل قوته النفسية وحيلة التمويم المغناطيسي في إنه يقنعه بإنه يديه هدومه الكهنوتية القديمة ويديله شهادة بتثبت إن هو راهب في الكنيسة. ويقال إنه كان محتاج الشهادة واللبس ده علشان يقدر يلم تبرعات براحته في القرى اللي جنبه. المهم، فضل راسبوتين في رحلة طويلة لقرى سيبيريا، وفي وقت الرحلة دي اتعرف على جماعة أو طائفة اسمها خليستي، ودي معناها المؤمنين بالمسيح. والجماعة دي كانت بترضي ربنا وتغضبه في نفس الوقت، ما تسألش ازاي بس هقول لك برضه. وكانت الطائفة دي بتؤمن اللي علشان تقرب من ربنا لازم تعمل خطايا على كل شكل ولون علشان تفهم معنى التوبة الحقيقية وتنول الخلاص. وكانت طريقة توبتهم هي ان هم بيجلدوا نفسهم علشان يوصلوا لحالة النشوة، بعدها على طول يشربوا خمرة وبيعملوا حفلة جنس جماعي علشان تظهر ليهم رؤية روحية. وطبعا يا صديقي الطقوس بتاعتهم دي كانت بتتعمل في السر جوه الغابة، لأن وقتها الكنيسة والشرطة كانوا بيحاربوا الطائفة دي. المهم، نرجع تاني لراسبوتين، واللي بعد كده راسبوتين قرر ان هو يروح روسيا. وفي مصادر بتقول ان هو راح من سيبيريا لحد روسيا ماشي، وفي خلال رحلته دي ما استحماش ولا حتى شال دقن. بالشكل ده هو قال على نفسه راهب او رجل روحاني، ادعى شخصية الرجل المؤمن وانه بيشفي اي حد، وكان بيقول للستات ان اي حد لو اراد التوبة لازم ان هو يعمل الخطيئة الاول. طبعا يا صديقي مش محتاج اشرح لك، كان بيقول انه هو البوابة او الوسيلة ان اي واحدة بتخطئ معاه. بالشكل ده هو قدر ان هو يوقع ستات كتير في الفخ بتاعه ويمارس معاهم الخطيئة كمان. مش عارف والله كان بيجيب وقت منين لده كله. راسبوتين فضل يعمل الكلام ده بالاضافة لكام خدعة هو عارفها وكان بيعملها على الناس في القرية بتاعته، لحد ما قرر ان هو يروح العاصمة بطرسبورغ في روسيا سنة 1903. وهناك كانت الكنيسة وقتها محتاجة شخص عنده تأثير على الناس وعنده قوة روحية زي راسبوتين بالظبط، لأن وقتها كانت روسيا فيها مشاكل داخلية وتهديد خارجي، وكانوا الأغنياء في البلد بيحاولوا يصرفوا فلوسهم على أي حاجة تافهة ومش مهتمين بالناس الفقراء ولا بالمصايب اللي ممكن تحصل في البلد. وعلشان كده كان لازم واحد زي راسبوتين يكون في الصورة، خصوصا بعد ما مسيرته وصلت لبطرسبورغ. وفعلا راسبوتين ينضم للكنيسة هناك ويبدأ يضيف لنفسه سلطة إلهية، غير زي ما أنا قلت من شوية إن سيرته سمعت، وبالتالي الكلام عليه زاد ووصل لكبار العائلات في روسيا. المجتمع الروسي وقتها خصوصا الطبقة الغنية كانوا بيؤمنوا بالناس اللي زي راسبوتين دول جدا، وبالتالي هو ملقاش أي صعوبة إن هو يقرب واحدة واحدة من الطبقات الغنية اللي هناك. وبدايته هناك كانت مع واحدة اسمها أولجالوكينا، والست دي كانت مريضة بمرض اسمه عضال، وللأسف المرض ده الأطباء وقتها ما قدروش يعالجوه. لكن راسبوتين عرف إن مرضها مرتبط بجذور الاكتئاب عندها، وأقنعها إنه لازم يمتلك روحها وجسمها علشان تتعالج، واللي يحصل بعدها إنه فعلا ينجح في علاجها. وبالشكل ده أولجالوكينا بقت قريبة جدا من راسبوتين لدرجة إن هو يقال إنها كانت عشيقته. علمته القراية والكتابة لأنه راسبوتين ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب. وبدأت إن هي تعرفه على أصدقائها واحدة واحدة، وطبعا أصدقائها دول كبار القوم زي الكونتيسات مثلا. وطبعا زي زمان في القرية بتاعته لما كانت الستات بينجذبوا ليه، هو اللي كان بيحصل في القرية كان بيحصل مع الكونتيسات الأغنياء في بطرسبورغ. ومع الوقت بدأ راسبوتين إن هو يتشهر أكتر وأكتر بقدراته الخارقة، وكمان وصل لمرحلة إن هو بيقرأ المستقبل من خلال نظرات العين. وطبعا الكلام ده كله وصل للقيصر. وفي نوفمبر سنة 1905 يحصل أول لقاء بين راسبوتين والقيصر نيكولاس الثاني ومراته ألكسندرا. وفضل راسبوتين يتكلم مع القيصر من غير تفخيم فيه أو تكلفة، وده طبعا عجب القيصر جدا، خصوصا إن هو كان بيتكلم عن الحياة القاسية في سيبيريا
وعن وجود الله في كل كبيرة وصغيرة في اليوم، وإنه إزاي ربنا إداه القدرة إنه يشفي الناس من الأمراض. بس اللي قرب راسبوتين أكتر من القيصر إن وريث العرش الوحيد كان طفل اسمه أليكسي، بس الطفل ده كان عنده مرض اسمه الهيموفيليا، والمرض ده باختصار هو إن أي حد بيتعور أو بينزف الدم هيفضل ينزل من الجسم والجرح مش هيلم. وللأسف المرض ده كان وراثي في العيلة، ويقال إن هو كان من عيلة الأم اللي ورثته من أمها فيكتوريا ملكة إنجلترا. والقيصر كان محتاج إن ابنه اللي هو المفروض وريث العرش يخف من المرض ده بأي تمن، لحد ما في سنة 1906 القيصر استدعى راسبوتين للقصر علشان يشوفوا لو يقدر يعمل حاجة أو يستخدم قدرته على الشفاء زي ما بيتقال عنه. وفعلا راسبوتين يوصل للقصر ويهدي القيصر ومراته وقال لهم إن المرض مش خطير، ويروح لأوضة الطفل ويبدأ راسبوتين إن هو يحط إيده على راس الطفل الصغير. بس الغريب بقى إن إيده لما لمست راس الطفل النزيف وقف نهائي، بس الطفل ما خفش من المرض زي ما انت فاكر يا صديقي. كل الحكاية ان راسبوتين عمل ان هو شاطر فيه، وهو التنويم المغناطيسي، وبالتالي دقات القلب عند الطفل الصغير هديت شوية، وبالتالي النزيف وقف. وبسبب كده راسبوتين قرب اكتر من القيصر ومراته. للأسف بسبب كده راسبوتين استغل قربه للقيصر ومراته أسوأ استغلال ممكن، لأنه بدأ إن هو يعمل مع الستات أي حاجة، وكان بيصلي ويتعبد طول النهار ويشرب ويسكر ويعمل كل حاجة حرام مع الستات بالليل. ووصل به الحال إن هو بقى بيشتم وبيهين الناس اللي أعلى وأغلى منه. ده غير إن هو كان بيكلم الستات بأسلوب مهين جدا، وكان شايفهم أقل فئة في البشر كلهم. بس الغريب بقى إن الستات كانت بتتقبل منه كلامه وأفعاله، وكانوا بيلبوا ليه أي طلب يطلبه بالمعنى الحرفي. مع الوقت بدأ راسبوتين يبقى قريب أكتر وأكتر من القيصر ومراته، وبالذات مراته. وخلي بالك من كلمة مراته دي عشان هنرجع لها بعدين طول الحلقة بعد كده بقى، لأنه بعد مدة قصيرة راسبوتين بقى مقيم في القصر. لا، والأدهى والأمر من كده إن هو كان مقيم في جناح مرات القيصر نفسه. وده اللي حصل بعد ما أقنعت القيصر إن راسبوتين هو الراهب اللي يقدر إن هو يحمي الكل. واصلا راسبوتين كان قريب جدا من مرات القيصر زي ما انا قلت من شويه، لدرجه ان هو كان مستشارها الخاص وكانت كل اسرارها معاه. ونتيجه ده كله كان بيتقال ان هما الاتنين على علاقه ببعض. ده غير ان راسبوتين سلطته زادت في البلاط القيصري، لانه كان بيعين ناس في الحكومه على مزاجه ويشيل اللي مش على مزاجه. وبسبب كده كل الاعضاء اللي كانوا في الحكومه كانوا تقريبا كلهم حراميه وبيسرقوا البلد. ده غير ان هم ما كانوش عندهم الكفاءة المطلوبة للمناصب بتاعتهم، وكان عندهم استعداد ان هم يدفعوا اي مبلغ لراسبوتين علشان يفضلوا في مناصبهم. بسبب الكلام ده بقى كان رئيس الوزراء وقتها بيتر ستالين جمع اكتر من دليل ضد راسبوتين علشان يثبت للقيصر ومراته ان الراجل ده سمعته وحشة. قدم ملف للقيصر بيثبت كلامه ده، وفعلا القيصر اخد الملف ده وعرضه على مراته. بس مراته دافعت عن راسبوتين بشدة وقالت انه مضطهد. بس مش ده الغريب برضه، الغريب بقى انه ما فاتش وقت كتير ويموت رئيس الوزراء بيتر ستالين. مات عن طريق ان هو اتضرب عليه نار في دار الاوبرا لما كان بيحضر عرض مع قيصر ومراته. بموت بيتر ستالين رئيس الوزراء اللي كان ألد اعداء راسبوتين وسع الطريق اكتر للراهب الشيطان ده، ورجعت تاني الفوضى والعشوائية في الحكومة. وبسبب كده صحافة بطرسبورغ اتملت بقصص الاغتصاب. ده غير طبعا صور الكاريكاتير اللي كان بطلها راسبوتين. ومع كل الوضع اللي ما يصلش لعدو ولا حبيب ده، الدولة الروسية تدخل في حرب مع ألمانيا. في الوقت ده القيصر يعمل غلطة عمره، وهو إن هو يسيب العاصمة الروسية ويروح على الجبهة علشان يقود الجيش في الحرب. طبعا القيصر لما يمشي من يخلف مكانه لحد ما يرجع تاني؟ عاش يا اسطى مراته ألكسندرا، وهي بقى اللي هتقوم بإنها تراقب أداء الوزراء اللي راسبوتين معينهم على مزاجه أصلا. بس طبعا مرات القيصر مش هتعمل كده بطولها، أكيد لأ. ما احنا معانا دمل لازق في القصر مش راضي يموت ولا يغور في داهية. هتقول لي مين الدمل ده يا بوب؟ هقول لك مالك يا حبيب اخوك، ما تركز معايا كده شويه لاسترك. هو في دمل غيره؟ ايوه هو راسبوتين. واللي للاسف في المرحله دي
نفوذه وسع أكتر وصلاحياته كبرت. وكانت الكارثة الكبيرة لما القيصر كان بيحارب، وفي عز ما الحرب ما هي شغالة تفضل مرات القيصر تبعت رسائل للقيصر وتحذره إنه لازم ينفذ كلام مستشارها الخاص اللي هو راسبوتين، وتقول له إنه لو ما يسمعش كلام راسبوتين هيزول حكمه وابنه مش هيورث العرش وروسيا هتهلك والأكل هيتحرق على النار واللبن هيفوق. بس كعادة أي راجل إنه في الأول هيحاول يتجاهل زوجته، بس كعادة أي ست خلقها ربنا زن زن زن، وكعادة أي راجل برضه ما بيتحملش زن مراته ويسمع كلامها. كانت نتيجة الزن ده إن راسبوتين يقول لازم وزير الحربية يتغير، وده اللي حصل فعلا. القيصر بدل وزير الحربية بوزير تاني اسمه فلاديمير سوكامنوف، والراجل ده كان جشع بطريقة غبية، ده غير انه طبعا ما كانش كفء علشان يمسك منصب زي ده. وده اللي خلى روسيا في كارثة بالمعنى الحرفي، لأن الجنود كانت على الجبهة من غير رصاص ولا بنادق أساسا، وكان الشتاء داخل عليهم وهم ما كانوش معاهم لبس علشان يقدروا يستحملوا برد الشتاء. وده اللي وصل للجنود إن هي تموت متجمدة حرفيا على الجبهة. وللأسف فضلت الأمور تسوء أكتر وأكتر، وده اللي خلى الشعب يثور أكتر ويغضب أكتر. الخيبة الزيادة إن في نفس وقت الحرب الجنرالات اللي هي المفروض في الجيش اللي هم المفروض مسؤولين عن إدارة الحرب هم اللي هربوا من الحرب ويسيبوا الجنود تتقتل. غير إنه طلع كلام بيقول إن الجيش كان فيه جواسيس بتنقل تحركات الجيش الروسي للألمان. وطبعا بما إن القيصرة يقال إن أصولها ألمانية طبيعي التهمة تلبس فيها، بس معقولة كده يا صديقي التهمة تلبس فيها لوحدها؟ ده حتى لو بعيب يا جدع والله. راسبوتين كمان لبس معاه، بس برغم إن القيصر كان بيحارب جاهدا إن هو ينفي كل الكلام اللي اتقال ده، بس راسبوتين بسبب أفعاله كان بينيل الدنيا أكتر. يعني مثلا هو كان في مطعم مع بنات، وطبعا ما احنا خلاص كده اتعودنا طالما راسبوتين موجود يبقى لازم بنات وخمرة، بقت مسلمات يعني مش محتاج أقول لك كل شوية. المهم راسبوتين لما كان في المطعم ومعاه البنات فضل يشرب لحد ما اتعمى من الشرب وسكر، وقال ان هو يقدر يخلي القيصرة تتصرف زي ما هو عاوز، لدرجة ان هو يقال انه في مرة من المرات وقف في الشباك عريان وقال بصوت عالي ان هو اللي هيحكم روسيا قريب. بس طبعا يا صديقي حتى الكلام ده لو ما يصدقش، اعتقد ان واحد سمعته ملطوطة زي راسبوتين الناس هتصدق عليه كل حاجة وحشة. ومع كل ده بقى راسبوتين عداوته زادت مع كل اللي حواليه. يعني مثلا قرايب القيصر هم اللي حملوه مسؤولية ضعف الحكم القيصري، ما وقفتش عند قرايب القيصر وبس، ده كمان باقي الشعب هو اللي كان بيعارضه بشدة. وطبعا ده غير كبار الضباط بتوع الجيش وأعضاء الحكومة. ما هو طبيعي، ده انت اللي فشخت لنا البلد، عاوزنا نبوسك من بقك. ومع كل العداوات دي خلاص تأكد ان راسبوتين بقى غير مرغوب فيه. حمادة هلال في نفسه والله. ومعنى ان راسبوتين بقى غير مرغوب فيه يبقى لازم يموت. وفعلا كانت أول مرة يحاولوا إن هم يموتوه فيها كانت سنة 1914 لما كان بيزور عيلته في سيبيريا، ولما كان خارج من الكنيسة بالليل في واحدة ضربته في بطنه بسكينة، وكانت بتقول وهي بتصرخ بصوت عالي أنا قتلت عدو المسيح. إيه يا اسطى بس أنت فاكر إن خلاص كده اللي هيموت وخلاص والحياة تبقى وردي وأنا جنبك وأنت جنبي والكلام ده؟ يا اسطى أنت غلبان أوي والله. ده راسبوتين قام زي القرد وفضل يتنطط ويحدفوا له سوداني وموس كمان. بس ده برضه ما يمنعش ان كان في محاولة اغتيال تانية سنة 1916، ودي كانت من تدبير الامير يوسيبوف جوز الاميرة ارينا بنت اخو القيصر، بالاشتراك طبعا مع ابن عم القيصر ديمتري بافلوفيتش والسياسي اليميني فلاديمير بريفيكيتش. اي حاجة روسي يسطا او سيبيري تاكد بعدها ريتش عدها لي كده الله يبارك. المهم كانت طريقة الاغتيال كالآتي: يجي دعوة لراسبوتين إن هو يروح لقصر مويكا بحجة إن مرات الأمير يوسيبوف عاوزاه تقابله، وياكل راسبوتين الطعم ويلبس أشيك حاجة عنده لأنه كان معتقد إنه هيقابل مرات الأمير. بس لما راسبوتين يدخل القصر اللي يستقبله هو يوسيبوف، وكانت طريقة استقباله حلوة جدا، ودعاه إن هو ينزل القابو علشان يقابل مراته. والقابو ده يا صديقي حاجة زي البدروم عندنا كده. ولما راسبوتين نزل القابو قدم ليه شوية كيك وخمرة. طبعا يا صديقي هيطلع واحد دلوقتي يقول لي فين الأكشن في الموضوع يا معلم؟ دول جايبينه يعلفوه مش جايبينه يقتلوه.
هقول لك كلمة واحدة بس يا صديقي. يا لك من شنقيط. طريقة الاغتيال هنا كانت عن طريق الخمرة والكيكة، لأنه يقال إن الاتنين كان فيهم كمية سم تكفي الموت 5 رجالة. بس راسبوتين ما ماتش. مش بقول لك غلبان يا صديقي، اسمع مني. ده فضل بالعكس ياكل ويشرب كل حاجة موجودة قدامه وأي حاجة كان فيها سم. بس ما تتوقعش إن هو راجل بركة. ده كل الحكاية وما فيها إن هو كان بس راسبوتين بياخد يوميا جرعة صغيرة جدا من السم علشان جسمه يقدر يتعود عليها ويقدر يقاومها، وبالتالي لما تحصل حاجة زي عملية الاغتيال بالسم دي يفضل واقف على رجله. بس خلينا نكمل القصة. الأمير بقى لما شاف راسبوتين مش بيموت من السم قرر إن هو يقتله بالمسدس وضرب عليه النار، وراسبوتين ياخد الطلقة من هنا ويقع على الأرض وما يحطش منطق من هنا. فالأمير طبعا افتكر إن هو مات واخد بعضه وخرج بره القابو. الظاهر كان هيشرب سيجاره ولا يشرب كاسين ولا يعمل اي زفت يعمله. لكن بعد شويه يرجع الامير تاني للقابو علشان ياخد الجاكيت بتاعه، كان بردان بس معلش. بس الغريب بقى ان هو بيجيب الجاكيت يقرر الامير انه يفحص جثه راسبوتين. ما تفهمش ليه بقى، يعني انت قتلته ما تفحصه على طول قبل ما تخرج؟ انت راجل غتت. بس المهم لما الامير فحص جثه راسبوتين وقرب عليها اكتر وبقى وشه في وش الجثه، يحصل زي كل الافلام العربي. ما تخافش مش هاخدك يا صديقي، عيب عليك، ده انت اخويا. راسبوتين بقى يفتح عينه مره واحده وبكل قوته هجم على رقبه الامير علشان يخنقه، لدرجه ان هو كان هيقتله. بس لولا الناس اللي كانت مع الامير وسمعوا صوت صريخ الامير واستغاثته كان الامير مات. لكن اللي يحصل بعد كده يا صديقي، لما الناس اللي مع الامير دول دخلوا على راسبوتين ضربوا عليه 3 مرات رصاص، وبعد كده راسبوتين يقع على الارض. بس هم هنا اتعلموا من الدرس وما سابوش راسبوتين لوحده، لانهم عرفوا ان هم حرفيا قدام شيطان، ففضلوا يضربوا فيه ويرفصوه برجليهم وحطوه في عربيه لا مؤاخذه سايقها حمار او حصان ايا يكن بقى، او حتى لو عربيه بنزين، احنا كده كده ايه، اهلي فاهم انت، عديها معايا مش هتفرق التفاصيل الصغيره دي. المهم بعد ما خدوه في العربيه ودوه للنهر وقاموا راميينه هناك. بس بعد كام يوم الجثه طفت على سطح الميه، ولما الناس طلعوه لقوا في جيبه جواب مبعوث للقيصر او كان مكتوب للقيصر، والجواب ده مكتوب فيه اني اتوقع ان اموت قتلا هذا العام، فان كان قاتلي من عامه الشعب والفلاحين فسوف يستمر عرشك بضع سنوات اخرى، اما اذا كان القتله من النبلاء فلا عرش لك ولا لاولادك من بعدك. وعلى الهامش كده يا صديقي وفي سياق الحلقه برضه، في مصادر بتقول ان راسبوتين ما ماتش بالرصاص لانه مات غرقان. يعني انت تخيل كده معايا بعد كل المرمطه دي يموت غرقان ابن الملبوسه. بس نرجع لموضوعنا تاني. بعد ما الجواب وصل للقيصر يحصل حاجه غريبه قوي. بعد 3 شهور بس من قتل راسبوتين الثوره الروسيه طيرت الحكم القيصري وتم القضاء على اخر جيل في عيله رومانوف، وبعدها حوالي 9 شهور يتم اعدام القيصر هو وباقي عيلته في سيبيريا. بعد ما الاوضاع اتغيرت والثوره نجحت، في شويه عمال استخرجوا جثه راسبوتين من قبره وحرقوها في غابه قريبه عليهم. بس اللي يحصل محدش هيصدقه. على حسب شهاده الناس اللي كانوا موجودين في الوقت ده بيقولوا ان وقت حرق جثه راسبوتين يحصل ان الجثه زي ما يكون دبت فيها الروح من جديد، وقالوا ان الجثه قامت من الموت وفضلت قاعده على رجليها في وضع قرفصاء، وكان باين عليها ان هي عاوزه تقوم وتمشي لولا ان النار هي اللي محوطاها من كل حته ومنعتها، وفعلا تتحول جثه راسبوتين لرماد. بالشكل ده يا صديقي تنتهي قصه اغرب شخص ممكن تسمع عنه، وتنتهي ان بعد محاولات كتير اغتيال وهو نجي منها بعجوبه سبحان الله، في النهايه برضه يموت على ايد امراء روسيا، ونهايته خالص تكون على ايد الشعب. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو انت على يوتيوب. اما بالنسبه للناس بتوع فيسبوك فاحنا هنأجل فيديوهاتنا هناك شويه لاسباب خاصه معلش. وما تنساش تتابعنا على الانستجرام والتيك توك، وحسابي الشخصي هتلاقوه تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت. فشكرا ليك اللي انت وصلت لحد هنا. كان معكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.